قال الحبيب لأصحابه لما قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، أي ذكر الله. قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. قال أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الله أكبر. والله إذا باهى بعبد ملائكته فإنه لا يباهي به إلا بعد أن يغفر له. الله أكبر، الله أكبر. حياتك إذا كانت ليست في مجالس ذكر ولا في ذكر خسارة والله. الله لا يباهي بعصاة، الله ما يباهي بفجرة الأمة وفسقتها، لا، يباهي بخلصها الذين رضي عنهم حتى لو كان معهم عاص يغفر له معهم ثم يباهي بهم أهل السمع. الله أكبر. ولذلك قال العلماء أن بني آدم أنهم الصالح منهم خير من الملك، لأن الملك ليس له إلا أن يطيع، يعبدون الله ما أمرهم، لا يعبدون الآية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما أنت ركبت فيك الشهوة وركب فيك الميل وتركت هذا الطريق وأتيت إلى هذا الطريق وتريد تذكر الله، ذكر الله جنة، والله جنة. ولذلك قال الحبيب إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، تجتمع مع إخوانك لتذكرون الله، تصلون على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تذكر الله، إنما أجلسك إلا حبه، ولذلك حقك عليه. وفي الحديث إلا ناداهم مناد قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ولذلك سعادة العبد لربما ذنوب 60 سنة تندك في 40 دقيقة أو أقل، جلس يذكر الله. وكان من سيرة السلف أنهم كانوا يتنادون اجلس بنا نؤمن ساعة، لأن هذا وقودك أن تصل إلى الله، لأنك إذا بعدت عن الله استوحشت نفسك وزاد شعثها وضاق صدرك، فتعود. وكل واحد منا أحبابي ما أهل الاعتكاف في رمضان، لماذا كان بعض المعتكفين يبكي في آخر ليلة؟ كرها للعيد؟ لا والله يحب العيد. كرها لترك للبس الجديد؟ لا والله بيلبس جديد. لكنه كان في جنة المناجاة والخلوة بالله، فلا يريد الوحشة بعد الأنس. ولأنه كان يقول يا ربي أي ربي أقسمت إلا أن تعتقني من النار فلن أخرج من بيتك. ثنى الركبة وجلس بين يدي الله في لذة، في ذكر، في تسبيح، في قرآن. لذلك دائما أيها الأحباب تذكر قول الحبيب لأصحابه ما أجلسكم، واسأل نفسك أنا جالس ليه، وجدد النية، لأن سعادتك تكون مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.